شو ساكت تم تهيئ القائد المجموعة ده ما طوبل قائد بجري دانكاس انا بوريكم هسي اربيت القائد مشنقل كيف انا بعرف امقرون بشنقل لكن راجل بتاع امقرون يجي ويشنقل والله سبحان الله ها قائد المجموعة 142 يا دمنا يا بني ادم ما تقدم قصتي خلينا نتكلم كلامنا قائد المجموعة 142 اللواء الحاج حسين من أبناء زي ما قالوا أمكوك طبعا قاتل الأبرياء الزول القتل في الفاشر ده واحد منه اليوم نال جزاؤه وتم فتقه بنجاح تم بله بنجاح كويس البل يا صاحبي أمكوك قوم كم تقدر اوي الحاج حسين بتاعكم تم تحييده يا صاحبي تم تحييده في الكردفان الله اكبر والنصر خليفنا اوي يا زول ابطال نيرا يا صاحبي ابطال نيونغور والله ما ينوم والله اشبال يا صاحبي يمشي اسد الاشبال بكره يا صاحبي بمسكوا خانات اسد يا صاحبي ها البلده اللي جيتوا كيف الليله دج يا صاحبي ها دج يا صاحبي شغل كله كان جلي بس فتك متك يا صاحبي ها 3 مناطق والآن داخلين في القرى وبعد الدين جوا ما زول دين أنا نوريك ما تنوم وفي القرى ما تنوم بل يا صاحبي جايين قاعدين نهارا جهارا والله نهارا جهارا أين فوق يركب فوق يا لالاوين أين فوق يركب فوق ما دار بيت الخايت كشف بس جايين من ليبيا وتشات عربات أصفار يا صاحبي بنوت بخلي عربيته بسيء جري دنكاس ها تم تهيئه بنجاح تم فتقه بنجاح اللي هو كامل قوم كم تقدر هسي قوم كم تقدر يا صاحبي زول ده تعرف دينه من منطقة الشيخ ولا محلية الشيخ ما أعرف منو الشيخ ده منطقة بتاع أمبارة ده ودوه لحد في كريجيك في منطقة كريجيك وتم تهيئه طلع برا الخدمة هسي جنجوي كم بقدر أخليه يشغله والله تاني لو تجيبوا زي همتزاته من المستهلات ها ده تم تهيئه بنجاح بل يا صاحبي فتك كشف هنا وده عربيتكم قدرا والله تطفى ثمنه كان زمان قاعدين نجاملوكم لكن هوي اسي امسا اكسا سلمنا نديف بس شغل تمسك لي زول فوق عديته بتاع الاستخبار ما قاعدين يرحموا ما تمسك ترحم لي زول يا زول رحمه ده خلوا لله هم مش شالوا من قلوبهم رحمه وقاعدين يقتلوا النساء حتى الاطفال يا زول انت ما جاكم يا صاحبي حاج امقولون نوم كم تقدر ما قلنا لكم الفرفار الكثير ده ما تفرفروا قلنا لو قمنا اي فار بخل جهره واي ابلاي بارك في شجره بتاعه جينا ولسه هسه قاعدين تطلعوا الشجر قريبا نطلعكم يا لالاوين ها قريبا كده تطلعوا والجخم ده ماشي كيف فيكم ده ابوه ده العامل راسه عامل زي مطار طياره ده رسول الله هوي جسريه كشف هنا ده راجل امك ليه كامل يا صاحبي تم تهيئه من الخدمه قول له خليكم كم يقدر رجال يا صاحبي انا والله عشان بطل مات عشان ارض وارض والله جفنا ده والله ما والله جفنا ما نركع عشان والله لو فرانا ما عارف والله ما نازن عشان ده بطل يا صاحبي يوم ولا 6 شهور ما عارف كشف ده عربيته ها الأمباي الرخيص ها والله فعلا ده أمباي رخيص والله أمباي راسه عامل زي مطر طياره ده ما بفهم الا يدو امباس ياكل ده ما بفهم ها يا اخي ده باكلوا مؤلفات بتاع بقر يا اخي انت بني ادم انت اخر زمن تيجي تتكلم مع ناس ها قال خطه ده ارجل من اجدادك يا ابن الكلب انت يا رخيص تم تهيئ اللواء من ابناء جايينك في الدين برضه من ابناء الدين تم تهيئه من الخدمه من الخدمه شغل ده بتاع قبيله ما تبكوا ما قلنا لكم تعالوا ابكوا على قبيلتنا ولا تعالوا ابكوا على فلان ولا على اسمه ده انا هنا معروفين ان ده الشعب السوداني منو واي زول مظلوم والميليشيا ده ظلم والميليشيا الارزقي ده ظلم معروف جهل بجيب مع الشعب السوداني واهله منو انا هنا كلنا اهلنا الشعب السوداني وطننا هو السودان ارجل مننا ما في يا لالاوين الفلانجايات الهورهورو القصالين بتاع لباسن بروندا ها بيجيتوا الرجال 200 عليك دينكم تعرفوا قال انا هنا قال معانا قال في التاسيس معانا عبد السيلو امباي بتاعك ده منو بعرفه لك
يا أمباي بتاعك والله هسي قاعد ناضل يسيلو بتاعك على 24 ساعة تطلع تتكلم جبان والله ده ما بشكل ده خليه يشوف زي الفار خليه يشوف له كركور يندس شوف كركور يندس يا ود مرة ما بحارب والله من الرجال بحارب والله 100 سنتي ما يجي يعرف شنو يا أخي يعرف شنو قال ما أنا أتزهيلو جانا مرة خاتي عليك دينك زور راجل نادل عن أرضك أنت طيارة رات اللي من السارة يلا الله قطانك بحر يا أخي ترجف ربطناك في قمة زي أختك جبناك هنا الليلة جاي أنت تقعد تجيب فلوس كم تقدر يا صاحبي وبلنا ماشي وتشوف بيان بالعمل والله يومي عزيز عليك ده أي فهل جاي في أمك دانينا نودو سماذات البروج مباشر يا صاحبي يمشي سماذات البروج مباشر رسول الله قصري يمشي والله كل يوم والله أمك ده حزن ما يجيب منه أنا بقول لك ترقص ولا تبكي كده زمانك نشوفه ود المرة ها ود النجس ود هو تتكا ها اما عامل برا كومبايات والشقش اننا جيبوا لنا اسياتكم زي ده خلينا نشوفهم والله او يا شباب من هنا تعليمات من كومرات كوموندار حسين في ارض الميدان مباشر عليك دينكم امباي لقيتو والله لو عديل لو خايد الاستخبارات امباي ما تستجوبوا عديل شو لو طوالي بس في كومونيتو شو طوالي يا زول وما قلنا للزول تعال ابكي علينا ولا يدامن علينا معنا يا صاحبي انت تابعت طريقك ومشيت هرورة ده منو يا 77 ده مورال يا صاحبي ده تاريخ والتاريخ ما بموت يا صاحبي كويس عشان كده امباي لقيتو ده يا صاحبي امباي ده نهائي ده ما داير له سؤال ذاته زول لقيتو ازرق كومون زينا ده خطيو طرف بجاي بس الشهوة ذاته ما تقول له والله ده تقول له نتازو من الكريم تجيك ده ادو تذكرة سري تذكرته يمشي سري اكتولو تذكرة مباشر ومباشرين يا زول بفهموا 200 كويس في صورة هنا في شبل كده ابن كلب برضه من امبايات بتاع الاسم ده عملهم عرب من آل جنيد بتاع 2023 وين الشبل المعفن ده شبل ده ركزوا فيه شبل ده شايفين شبل ده اصلا دامي ده عرب 2023 الهمتي كان عملهم آل جنيد رجاله اتفقوا ده ابن الكلب مركب شفره في السوشيال ميديا هنا انه هو جياشي وبفتن قال بين مشترك يا جنمره يا البيجيت انكوكا ولمس انت شويت اسيد 200 انت لما امك ما شويت يا راي تفتن شنو انت ها دقل هو من آل جنيد عليك دينك ده من آل جنيد كشف على الله ناس بوسقون بالغلق ده من آل جنيد كاتب دنقلاي ولا شنو ما عارف في صفاته قال ممثل هو جياشي وقال عامل فيها بفتن وكده يا جنمره انت عقليتك ده والله شفت سيسيو مننا ما تزوق جداد بتاعنا زي السوشيال ميديا جنجويد النتي ممثل عامل فيها بيمثل برسل رسائل شكل دراما ده ابن ده الجنجويدي الملقب بدنقلاي جنجويدي بتاع 2023 من آل جنيد طبهم رجال دي الناس يا زول انت اصلك ما تعرفه يطبوك جاي داير تقالينا بني ادم انت لسه يا صاحبي انت زول جيان انت ايش ماشي بيت يا انت داير تجي تحارب مع سيادة وين هنا فلانقا يا اخي تم تهيد الخايد امبها امقرون صوروا ودلوا على الله ها امقرون اي يا زول كرجي كمل ابنا ضيوف والله كرجك ده كمل ابنا ها الكرجك ده كرجك كمل ابنا ضيوف يا صاحبي كريجي كما ادرك ما كريجي يا صاحبي ها كريجي تلقى كاي بتدام سري واقف بترب والله يا افن تموتوا كده بس والله ولسه شغل الدفاضل للشعب السوداني والله ندفوكم اضاف والله تطفط ثمن اضاف ما تجروا اربات اصفار تخلوهم يا صاحبي ها عليك دينكم يابان بطا بسني ودويل يمشي يبي والتاني داك جانا راسه عامل زي كورة شراب ده بيمشي بيجيب لكم بجلة وجلالة بشنو يدخل لكم بهراسات في النهاية أصفار كده تسيجوا تخلوا ها والله الليلة لو كان له ما في اسمه ده لو وتحياتنا لبكري تحياتنا لك والله مشتركة فوق يا صاحبي وبكري ذاته أنا عندي لك يوم خاص أنت برضو ها بكري أيضا برضو هو برضو يعرف صوت العقل ورجع له هدن الوطن وهوي
اي زول مصا بجري ده مصانا علينا زي ما قلنا زول جل هدن الوطن وعرف القضيه الحقيقيه ويعرف انه اخوانه مظلومين وفي ناس قاعدين يتاجروا وفي دول داخلين عشان يقتلوا شعب وما رد يعرف الحقيقه وطلع جا مورال فوق لك يا صاحبي وتحياتنا لك من كاميرا كومندار حسين لحبيبنا الخالي بجري ها بجري يا زول برضه ما زول ما ساين والله رغم اختلافاتنا معه زمان زول برضه زول ما ساين كان في زمن خصم بتاعنا برضه كان زول يعني مجاهدين برضه في السوشيال ميديا هنا نبدو حقه وهسي برضه مجاهد يعني جانا باستخبارات اقوى يعني شال معلوماتهم كله ها بقراي لا بقراي هتير والله عشان كده يا زول هو يخلوا الورجكه انا هنا ما عارف الدوله ده ما بتاع ابو زول دوله ده حق الناس جميع بتاع الشعب السوداني اي زول عرف الحق وجا في طريق الحق وخلى الباطل انا هنا ما ولا اخر شوط معلومه ولدنا زول ده قال لك لو جبت الصوبان بيجي ولدك تربطه في صلبك ما في طريقه دار تعملوا شنو يا للناس اللي قاعدين يجوا يعملوا ما اعرف دعايات وفبركه ويشوط قدام انا بقول لك ارمي قدام يا صاحبي جبل ما يهزك واي معلومات الزمان عندك قدم واصل ما بتاع الاستخبارات هناك عجلهم وده هسي الليله النصر بتاع الليله ذاته جزء منه هو شغال ما زمان قاعد في جروباته على البروسات الليله جقمه ما هسي خايف كامل تم تاهيله ها بيجري برضه يشتغل جوا هنا وذاته ها يا عم كوكات ما طلعوا بالنار يا صاحبي ما طلعوا بالنار يا صاحبي كويس كده نشوفوا عم كوك كده لو في نصلى فيه شويه نصلى فيه لانه من مبارك قاعدين يعمل لنا قومه وقاعده عم كوك